السلام عليكم. اش اخباركم؟ لاباس؟ كدايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا مره اخرى. اليوم نهار جديد، فيديو جديد غادي نوجدوا معكم. واحد الطبق كيجي رائع بزاف. غادي نوجدوا معكم الدنجال او الباذنجان اللي هو مرقد في واحد التتبيله اللي هي رائعه بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وانا متاكده بانه غادي يعجبكم وغادي ينال الرضا ديال مشاهدينا الكرام. ما تنساوش كما العاده لي لايك، لي كومونتير الزوينه ديالكم كتعطينا دافع باش كنعطيكم اكثر واكثر. بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش يوصل باش الفائده تعم على الجميع. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو ديالنا، ضغطوا على زر الاشتراك، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونبداو على بركه الله. اول خطوه غادي نوجدوا هنايا الدنجال او الباذنجان بالعربيه. عندنا هنا كما كتشوفوا الدنجال اللي هو متوسط. ما تاخذوش هذاك الدنجال الكبير، خذوا داك الصغيور كيكون فتي، حتى المنظر ديالو كيعطي زوين. ملي كيتشرمل كيعطي المنظر ديالو زوين. هانتوما كما كتشوفوا عندي هذه الكميه هذه ديال الدنجال. ممكن انكم تستعملوا كميه كبيره، لانه ممكن الى بغيتوا تخليوه واحد المده في الثلاجه كيبقى يعني ما كيخسر ما حتى شي حاجه. وعندي هنا جوج ديال المزيودات. راه هو نورمالمون خصها تكون فيه الفلفله حاره كثيره، ولكن انا ما على حسب الوليدات الصغار وعلى حسبنا حتى حنايا ما فضلنا انا نديرو غير جوج ديال المزيودات. غادي نبخر هذا الدنجال كما كتشوفوا هنايا. نقيته حيت منه داك الزوائد كاع اللي فيه، وقسمته على 4. يعني حاولت انني غير ندير داك التفليحات بالجناب على 4، وكنخليه صاين بحال هكايا. غير هو تيكون داك التقطيعه، يعني التقطيعه الاولى والتقطيعه الثانيه، وكنخليوه صاين. وكنضيفوا عليه هذوك الجوج ديال المزيودات، وكنخليهم كنديرهم كيفوروا. هانتوما كما كتشوفوا كنبدا نقطعو، ولكن ما كنوصلش حتى للقنت، يعني كنخليو غير البلاصه فاش كندخلوا الشرموله ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا معنا. قلت لكم ممكن انكم بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الحار ممكن انكم تزيدوا حتى اكثر، حتى 4 ديال المزيودات ولا اكثر. هانتوما الدنجال ديالنا ها هو تبخر. باش تعرفوا بانه تبخر كتاخذوا غير واحد الموس، كتكوا واحد شويه. الا دخل لكم الموس يعني راه كتلقاو كيكون باين اولا كيولي رطاب بحال الزبده. وغادي ندوزو دابا باش نحضروا الشرموله ديالنا. بالنسبه للشرموله ديالنا كما كتشوفوا عندنا هنا الثومه اللي كنديرها كثيره. راه عندي هنا كركوبه ديال الثومه اللي حكيتها في المقله. حكيت الثومه بحال الطريقه هذه كما كتشوفوا. راه قلت لكم كركوبه. عندي هنا الملحه. بالنسبه لهذا الدنجال هذا راه غادي يبقى، يعني ممكن انكم تخليوه واحد المده في الثلاجه، ما كيخسر ما حتى شي حاجه. ولكن كتشوفوا غندير غير الملحه اللي هي قياسيه. عندي هنا الكمون. كديروا التوابل. انا عطيتكم التوابل اللي غادي ندير. نتوما كديروا على حسب الكميه ديال الدنجال اللي عندكم. قلنا هنا الثومه حكيناها. عندنا هنا الملحه، الكمون، البابريكا اولا التحميره. وعندي هنايا كما كتشوفوا معايا القزبر حبوب اللي ضروري في هذه الوصفه هذه صراحه، وكيعطي واحد اللذه اللي هو زوين. نعاود ناكد، عندنا هنايا الثومه، عندنا المليحه، عندنا شويه ديال الكمون، وعندنا التحميره او البابريكا، القزبر حبوب. وكما كتشوفوا عندي درت هنا عقريصه ديال السودانيه او الفلفل الحار، حيت راه ديجا درت داك المزيودات. ودابا غير كاضافه، ولكن هذه الاضافه كتعطي واحد النسمه اللي هي غزاله. عندنا هنا الثوم بودره، ولا عندكم حتى البصله بودره حتى يضيفوها، راه كتعطي واحد اللذه اللي هي زوينه بزاف. عندي هنا الحامض مصير. هذا الحامض هذا راه الشغل ديال الدار صراحه، كيبقى لنا واحد المده وكيعطي واحد المذاق زوين. سواء بالنسبه لهذا النوع ديال الوصفات، اولا بالنسبه للدجاج اللي المحمر، ولا بالنسبه لهذا راه كيقتل صراحه الطنجيه. يعني الطنجيه الا ما كانش بهذا الحامض المعسل يعني ما كتصلحش الطنجيه، ما كتصدق الصراحه. هانتوما كما كتشوفوا ان شاء الله غادي نوجدوه معكم مستقبلا. كناخذ الحامض مصير نص حامضه. انتما كما كتشوفوا علاش كنقولوا معسل، حيت كيخرج داك بحال داك العسل اللي كيبقى يخرج منه، وما ما كيترقدش في الماء نهائيا. كنبداو نقطعوا طريفات بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم غادي نستعمل جوج، نص وحده. داكشي علاش ما درتش الملحه بزاف، درت غير شي شويه ديال الملحه حيت درت الحامض مصير. دابا غادي نزيدوا القزبر ومعدنوس. كما قلت لكم دائما انا غادي نعطيكم التوابل، ولكن الكميه ديال التوابل نتوما ديروا على حسب الكميه ديال الدنجه اللي غادي تستعملوا، اللي غادي ترقدوا. دابا عندي هنا الزيت البلديه. انا ما غاديش نستعمل زيت روميه نهائيا. كما قلت لكم الدنجه اللي عندي هنا غادي نرقدوه،
درت الكاس الاول ديال الزيت البلديه وغادي نزيد نص ديال الكاس، ولكن حنا غادي نديرو جوج ديال الكيسان. هانتوما غادي تشوفوا درت هنا الكاس الاول وغادي ندير النص ديال الكاس زدتهم عليه وغادي نشعل عليهم العافيه وغادي نبدا نشحرهم تقريبا شي 7 حتى ل 10 ديال الدقائق هما كيتشحروا. كما قلت لكم كنبقى نحركهم تقريبا شي 10 ديال الدقائق. دابا ضفت عليهم الهريسه، غادي ندير معلقه ديال الهريسه. هانتوما شفتوا دابا الملحه ما درتهاش كثيره حيت درنا الحامض مصير، درنا الهريسه. وبالنسبه حتى المزيودات ما درتهمش، درت غير جويجات حيت كنديروا شويه، درت شويه ديال السودانيه ودرت دابا شويه ديال الهريسه اللي كتعطي واحد اللذه اللي هي غزاله. وكنبقاو نشحروا هاد العطريه، كنشحروها مزيان مزيان فوق العافيه. كنبقاو نقلبوها حتى داك العناصر كلها كتنسجم مع بعضياتها تقريبا 7 حتى ل 10 ديال الدقائق، وحنا كنبقاو نشحروها حتى كتشوفوها بان راه داك العناصر كلها انسجمت مع بعضياتها. هانتوما كما كتشوفوا كنبقاو نشحروه مزيان. دابا حيت الدنجال ديالنا ملي غادي نرقدوه في هاد التشرموله هذه غادي نزيدو عليه وغادي نخليوه واحد المده باش ما يخسر ليناش. غادي نزيدو عليه واحد الربيع ديال الكاس ديال الخل، غير الربيع ديال الكاس فقط، وكنخليوه كيغلى مزيان. ها هي الشرموله ديالنا، ها هي واجده، فيها الحامض مصير، فيها الهريسه، فيها جميع داك التوابل صراحه اللي كتزيد الدنجال، كتزيدو واحد اللذه. دابا الدنجال ديالنا ها هو تبخر، وغادي نبقى نحط وحده بوحده وغادي نحاول انني نعمرها مزيان في هاد بداك العناصر او هذاك الشرموله اللي وجدنا قدامكم. دابا راه الدنجال راه موجود في الاسواق. كاين صراحه انا راه ملي مشيت للسوق كنلقى هاد الصغيور راه موجود في السوق دابا راه كاين، وحتى الثمن ديالو راه ما غاليش بزاف. يعني ممكن انكم توجدوا غير هاد الكميه، انا استعملت غير هاد الكميه الصغيره، ممكن انكم تستعملوا حتى الضعف، وقد ما زدتوا الضعف ممكن انكم داك ساعات كتزيدوا العطريه على اولا التوابل على حسب المقدار ديال الدنجال اللي نتوما غادي ترقدوه. كما قلت لكم راه درت انايا كاس ونص ديال الزيت البلديه ومازال غادي نزيد الكاس نص الكاس اللي بقى لينا. كنبقى نشحرو مزيان. من بعد هذاك الشيء غادي نبقى نرقدو في هذاك الشرموله وغادي نديروه في واحد السوبيره ديال الزاج. ويستحسن ان هذا النوع هذا ديال مثلا بحال الزيتون ولا يستحسن اما كديروهم في القريعه ديال الزاج اولا هذاك السوبيره ديال الزاج اولا كتستعملوهم كديروهم في داك البلاستيكات اللي هما كيكونوا صحيين. انتما كما كتشوفوا معنا كنبداو نعمروا الدنجال ديالنا بهذيك الترقيده وكنبقاو نهزوه وكنحطوه في داك السوبيره بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. هو ممكن انكم تستعملوا الدنجال الكبير، ولكن حتى الدنجال الصغير كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين. يعني ملي كتحطوه في طبيصلات يعني هانتوما كما كتشوفوا كنبقاو نعمروا هذاك الدنجال كامل اللي عندنا. انا استعملت غير واحد القياس، ومن بعد ما غادي نعمرو مزيان غادي نديروه في داك البول اولا داك الزليفه ديال الزاج كما كتشوفوا معايا. ومن بعد هذاك الشيء اللي بقى لينا تما اللي بقى لينا داك العطريه اولا داك الشرموله اللي غادي تبقى لينا في المقله، غادي نزيدوا على داك النص كاس ديال الزيت البلديه اللي بقى لينا وغادي نكبوه من الفوق. كما قلت لكم هاد الوصفه هذه او هاد الدنجال هذا راه ماشي انكم توجدوه غير مثلا دار في النهار مثلا، يعني غادي توجدوه هاد الترقيه غادي ترقدوه وغادي تغطوه بالسلوفان وغادي ديروه مثلا في الثلاجه وغادي تخليوه نهار حتى اليومين وعاد غادي تاكلوه حتى يشبع داك الدنجال، غادي يشبع داك الترقيده صراحه. وغادي تشكروني عليه مزيان حيت انا صراحه هاد الوصفه هذه خديتها عند واحد الشيف اللي هو مشهور بزاف وجربتها. وكما قلت لكم دائما كنحاولوا اننا نبارطاجيو معكم الاشياء اللي كتصدق لينا، الاشياء اللي هي كتعجبنا بزاف. من بين الاشياء اللي كتعجبنا هاد الترقيده ديال الدنجال مرقد بهذه الطريقه هذه. حتى العطريه اللي فيه زوينه صراحه، فيه القزبر حبوب، فيه الحامض مصيار، يعني هذيك العناصر كلها ملي كتنسجم كتعطي واحد لوغو اللي هو غزال بزاف. كما قلت لكم غادي نديرو في هاد السوبيره ديال الزاج. ممكن انكم ديروه في شي سوبيره ديال بلاستيك، ولكن يستحسن انه يكون من النوع الجيد.
ماشي داك البلاستيك اللي كيبقى يطلق اللون ديالو. هانتوما كما قلت لكم ملي كديروا داك الدنجال اللي هو صغير كيعطي واحد المنظر اللي هو غزال بزاف. غادي تعمروا هاد البول هذه كامله، ومن بعد غادي تغطيوها بالسلوفان وغادي تخشوها في الثلاجه وتخليوها واحد نهار حتى اليومين. يستحسن ان تكون داك اليومين حتى داك الدنجال كيشرب هذاك الترقيده، كيشرب في داك الترقيده مزيان، وعاد كتحطوها كطبق جانبي بهذه الطريقه كما كتشوفوا. دابا حطيت عليه داك المزيوده، داك الحاره اللي ديجا انني هذا بخرته معاه. كما قلت لكم ممكن انكم ديروا واحد الكونتيتي اللي هي كبيره. انا يستحسن انني درت غير جوج، لان على حسب الوليدات حتى هما كياكلوه، على حسبنا حتى حنايا يعني ما كنقدروش على الحار بزاف، كنديروا غير هاد شويه، غير هادوك جوج ديال المزيودات راهم حيت حارين كافيين بزاف بلا ما نزيد كتر. ودرنا الهريسه ودرنا داك الرويس ديال المعلقه ديال السودانيه او الفلفل الحار. دابا كما كتشوفوا راه زدت هذاك العطريه كامله زدتها تما كاينات، بقى لي واحد شويه غادي نزيد عليه النص اللي بقى لينا ديال الزيت البلدي، وغادي نكبو من الفوق وغادي نغطيه بالسلوفان وغادي نديروه في الثلاجه. يعني قبل ما غادي نغطيه بالسلوفان كما قلت لكم هذاك الشيء العناصر اللي بقات لي غادي نزيد عليها داك نص كاس ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون اللي بقات لينا، وغادي نكبوها من الفوق. ومن بعد ما غادي نغطيه غادي نديروه في الثلاجه وغادي نخليه هاد الدنجال كيترق مرقد، غادي نخليه واحد النهار حتى اليومين. وبرعوا العائله ديالكم، يعني صراحه كيجي زوين كمقبله والله العظيم. صراحه واخا نشكروا لكم، نتمنى ان شاء الله كل واحده منكم يعني تشمر على دريعاتها وتوجدوا، يعني كيجي صراحه رائع وكيجي لذيذ بزاف بزاف. هانتوما كما كتشوفوا الطبق ديالنا هو واجد. من بعد هانتوما غادي تشوفوا يعني غادي نخليه حتى انا في الثلاجه، وغادي نوجد غادي نحطو في طبيصلات باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالنا تعجبكم. دائما كما كنقول لكم كنعطيكم الوصفات من القلب. نتمنى ان شاء الله نكونوا خفاف ظراف على مشاهدينا الكرام. كما قلت لكم علاش كنختار الدنجال الصغير، يعني دائما كنبقى واخا كيكون الدنجال كبير في الدار كنحاول انني ما نصايبوش، يعني حتى كنلقاو هذا الصغير هذا راه موجود في الاسواق باش كيعطي دغيا صراحه كيتفق بالنسبه في البخار دغيا كيتبخر، وفي نفس الوقت كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. هانتوما كما كتشوفوا الوصفه ديالنا هي واجده. دابا راه دازت يعني راه اليوم الثاني هذا. هانتوما كما كتشوفوا داك المزيوده حتى هي تشربات هذاك داك الترقيده اللي صراحه جميع العناصر اللي فيه صراحه صحيين. فيه هذا القزبر حبوب، فيه زيت البلديه، فيه يعني جميع، حتى داك الحامض مصير، يعني ما استعملناش الحامض يعني اللي هو كيتباع في الاسواق. الهريسه حتى هي كتعطي واحد المذاق اللي هي غزال. القزبر حبوب، يعني جميع العناصر. فيه الثومه اللي هي كثيره، يعني كركوبه ديال الثومه اللي كما قلت لكم حكيتها، وعاد ثومه بودره. عندما كما كتشوفوا المنظر ديالو هو غزال. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالنا تعجبكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش لي لايك لي كومونتير زوينه كتعطينا دافع باش كنعطيكم اكثر واكثر. ما تنساوش بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو ديالنا ضغطوا على زر الاشتراك، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، فيديو قادم، وصفه جديده. نخليو لكم الراحه ونهاركم سعيد بحول الله.